كيعطي واحد النتيجه. ميمكنش غادي تجربوا هذا الماسك وما تلقاوش نتائج زوينه. اهلا وسهلا الكبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ ان شاء الله عمركم كامله يكونوا على خير وبخير. والله العظيم البنات الا توحشتكم، توحشت التصوير، توحشت يوتيوب. كنت غابره عليكم تقريبا شي شهر دابا، ما حطيت والو، ما كانش ظروف صحيه الحمد لله، كان غير العكس. هذا عكس اختي وصافي. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم وصفه من اروع ما يكون. بديت العنايه بالبشره ديالي وبطبيعه الحال ضروري نبارطاجي معكم داكشي باش تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يا رب العالمين. ما تنساوش تضربوا واحد اللايك، بغيتكم تخبطوا هذا الفيديو باللايكات ديالكم باش نرجعوا للوصفات ديالنا. شوفوا المكونات وطريقه التحضير، نرجع معكم من بعد. واول مكون غنحتاجو في الوصفه ديالنا هو اوراق السدر. اوراق السدر البنات غزالين بزاف خصوصا للوجه والبشره ديالنا، كتعالج لينا جميع المشاكل اللي في البشره ديالنا وكتعطي واحد الاشراقه زوينه بزاف. ثاني مكون اللي هو الشوفان، وهذا معروف ولفتوني دائما في الوصفات ديالي، ما كيخطانيش نهائيا الشوفان حيت كيعطي واحد النتائج رائعه، واحد النتائج غزاله بزاف. وثالث مكون عندنا هو الرز. البنات انا درت الاصفر، ديروا نتوما الرز الابيض من الاحسن، كيكون غني بالنشويات، وهذوك النشويات كيعطيونا واحد البياض اللي هو زوين. اصلا هاد المكونات كاملين لا بالنسبه لاوراق السدر اللي غزالين بزاف، لا بالنسبه للشوفان ولا بالنسبه للارز الابيض، فهما مكونات معروفين كيبيضوا البشره وكيرجعوها غزاله. اول حاجه غادي ناخذ طحانه، وغادي ناخذ تقريبا معلقه كبيره من كل مكون. كيف ما كتشوفوا درت المعلقه الاولى، غادي ندير معلقه من الشوفان كبيره، وغندير معلقه من الارز كبيره حتى هي. هاد الكونتيتي اللي شاركت معكم دابا ديال معلقه من الحاجه غنستعملها مره واحده. الا بغيتوا تستعملوا حتى لرجليكم او لعنقكم او لاي بلاصه فممكن انكم تدبلوا الكميه. كيف ما كتشوفوا البنات غير جربوها على حسابي وعلى ضمانتي. شوفي الا ما رجعش لك وجهك بيض كيلمع راه ما سميتيش الدنيا. من بعد ما طحنتهم مزيان غادي ناخذوا صفايه وغادي نغربلوهم مزيان هكا باش نحيدوا القشور ديال القشور اللي ما عندهم حتى شي فائده نهائيا للوجيه ديالنا. ناخذوا الحاجه اللي مفيده بزاف للبشره ديالنا. فهاد الماسك البنات راه شي حاجه رائعه، اصلا غتجربوه من اول استعمال كيبان لك الفرق ملحوظ، ما غتبقاوش نهائيا تستغناو عليه. هنا بعد ما صفيتو مزيان كيرجع لكم على هاد الشكل. الكونتيتي اللي شاركت معكم كتخرج لكم هاد القياس اللي غتستعملوه مره واحده. غادي ناخذ المكونات اللي طحنتهم وغربلتهم، غادي نديرهم في اناء ديال الماسك. انا كيعجبني هذيك الاناء. من بعد غادي نزيدو عليهم تقريبا واحد 3 ديال المعالق ديال الحليب كبارين. كيف ما كتشوفوا درت هنايا 2 معالق ونص، وغنزيد نص معلقه من بعد. ماسك ولا اروع. غندوزو دابا للتطبيق. بعد ما حضرنا الكريم ديالنا كيف ما كتشوفوا طريقه جد سهله ومكونات اللي هي رائعه ومفيده. كنجيب لكم احسن المكونات اللي كيعطيو نتيجه فوريه، نتيجه من اول استعمال. باش غنطبقوا الماسك خصنا ضروري نديروا ما قبل الماسك. شنو ما قبل الماسك؟ الا كنتو مازال ما دايرينش حمام بخاري، ما دايرينش تقشير، ما منظفينش البشره ديالكم من العمق باش يكون هذاك الكريم جاهز انه يبيض لكم البشره ديالكم ويعالج لكم مشاكل ديال الوجيه ديالكم، فضروري خصكم ديروهم. انا عاد درت حمام بخاري، فضروري غادي نشارك معكم مقشر رائع كيوافق جميع انواع البشره وكيعطي حتى هو واحد النضاره وحتى هو كيعطي واحد البياض اللي غزال بزاف. واي بلاصه عندكم فيها السواد في الوجه ديالكم فهو كيفتحها. اول مكون غنحتاجو فيه هو الكوك. الا كانت البشره ديالك حساسه بزاف وسنسيبل بزاف فاستعملي ليها هذا المقشر وتفكريني. اول حاجه غادي ناخذ منه تقريبا القياس اللي غادي يقدنا، غناخذ منه تقريبا واحد 2 ديال المعالق بحال هكا. هانتوما البنات نزيد ثالثه ماشي مشكل. هانتوما البنات ها هو الكوك رقيق، الابيض الرقيق. غنزيدوا اي حليب عندكم ممكن تستعملوه. تقريبا 2 معالق صغارين هي معلقه كبيره. غادي نحاول نخلط مكونات مزيان مع بعضياتهم. غادي ندوز باش غادي نقشر وجهي.
غادي ناخذوا البنات هكا كيف ما كتشوفوا هكا، ونبدا نطبق الوجهيه على هذا الشكل، على شكل اللي هو دائري. عرفتوا البنات راه كيعطي واحد النتيجه رائعه، واحد النتيجه اللي غزاله بزاف بزاف، وكينقي لكم البشره وما تخافوش منه نهائيا. حتى البنات اللي فاش كيديروا المقشرات وكيحكوا هكا وكيولي لهم وجههم احمر بزاف بزاف كينوض لهم الحبوب، فجربوا هذا المقشر راه غزال بزاف بزاف. الكوكا راه معروف كيبيض البشره. الكوكا البنات الا بغيتو تزيدوه حتى في هاد المكونات اللي درت معكم في الوصفه زيدوه، حيت غزال بزاف بزاف. حاولوا انكم تقشروا مزيان مزيان وتستمروا في التقشير لمده ديال 10 ديال الدقائق هكا باش كتنقيو الوجه من جميع الشوائب ومن جميع التراكمات. غسلت المقشر. عرفتوا البنات شوفوا ليا البريونس اللي كاين في وجهي، شوفوا هذا البريونس هذا اللي كاين في وجهي ما يمكنش. شوفوا كتحسي بالبشره ديالك باللي تنقات 100%، كتحسي بها رطيبه وغزاله بزاف بزاف. المهم انا كنصحكم جربوا ضروري تجربوه. دابا غادي ندوز باش غادي نطبق الماسك. هاد الماسك البنات من احسن واروع الماسكات، انا عارفه باللي غادي تجربوه ما غاديش يحشمني معكم نهائيا. فغادي نطبقوه على هاد الشكل، ماسك اللي غايه في الروعه. الا كان عندكم الكلف، الا كان عندكم السمار ديال الوجه ديالكم، اولا الا كان عندكم مشاكل ديال حب الشباب، البشره ديالكم اللون ديالها ما موحدش، راه غزال هاد الماسك دقه بطله. واعر 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 البنات. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه للوجه ديالي. البنات طبقوها حتى لعنقكم، حتى ليديكم، المناطق اللي عندكم فيها السواد اولا عندكم موحداش، طبقوا ليها الوصفه راه غايه في الروعه، راه غزال. انا ما كرهتش دابا ندير لعنقي وندير يديا وندير رجليا. العيد هذا اختي كنبغيو نكونوا باللاغات كنشعلوا، وهادو هما الماسكات اللي غزالين في العيد البنات. الماسكات الغزالين في العيد راه كيرجعوا لك البشره ديالك كلها حيويه، يغنيوك على شي سوان دو فيزاج ولا شي حاجه هكايا بالفلوس وتخسري فيها رزقك. فغير الوصفات الطبيعيه ما كاينش محسن منهم. واعر 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 هذا الماسك، غير جربوه وردوا عليا. انا غنتسنى لي كومونتير ديالكم، حيت ما يمكنش غادي تجربوا هذا الماسك وما تلقاوش نتائج زوينه كيف ما لقيت انا. المهم كيف ما العاده كنطبق الماسك وكنبقى نقومي هكايا، كنحاول ندخل الماسك في البشره ديالي. غنخليه مده ديال 10 دقائق ونرجع غادي نغسلو معاكم. كنحس بوجهي باللي مجبد. ماسك رائع، ماسك غزال بزاف بزاف. بسم الله. شوفوا البنات، شوفوا النتيجه على عينيكم. هانشوف واحد النتائج رائعه. شوفوا الماسك كيفاش كيتحيد، باش تعرفوا ان البشره ديالي ولات رطيبه وغزاله. شوفوا البنات، عرفتوا هذا الماسك رائع 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 البنات. جربوا ما يمكنش. شوفوا ما تفلتوش هذا الماسك، ماسك معجزه، ماسك واعر. انا الصراحه فرحانه بالنتيجه، حيت عرفتوا باش تلقاو ماسك فيه مكونات اللي هي رائعه وكيعطيكم نتائج اللي هي زوينه ونتائج من اول استعمال، فاقل حاجه ممكن نقول عليه هو انه احسن. نوض اختي نتيا جربي هذا الماسك وردي عليا الخبار وداومي عليه من هنا للعيد. من هنا للعيد البنات. عرفتوا الوجه ديالكم كيفاش غادي يولي؟ غتولي بالله اختي كتشعلي. يا الله ما كيحتاجش اصلا ترطيب، ما كيحتاجش نهائيا ترطيب. شوفوا وجهي، شوفوا وجهي. ثانك شوفوا وجهي، شوفوا وجهي كيفاش خرج. شوفوا هاد اللمعان، شوفوا هاد اللمعه اللي كاينه هنايا. شوفوا البنات والله ما دايره شي حاجه. هانتوما شوفوا وجهي، بشرتي رطيبه وغزاله. شوفوا الفرق ما بين هاد البلاصه وما بين هاد البلاصه. خلاص هاد البلاصه ما بقاتش عندي كحله حيت وليت كنعتني بها فاش كنت ما كنصورش ليكم، اما دابا راه رائعه الوصفه، رائعه رائعه رائعه. غير جربوها غزاله بزاف بزاف. دابا غادي ندوز للترطيب، واكثر حاجه كتسولوني عليها في الترطيب هو جونسون، هو اللي كنستعمل. هاد جونسون انا عارفاه ديال الجسم، ولكن راه وافق ليا بشرتي بواحد الطريقه ما يمكنش. داكشي باش غادي ندير لوجهي هكا وغادي نرطبو مزيان مزيان
هنا غادي نكون وصلنا لاخر الفيديو. ما سخيتش بكم، توحشتكم من القلب. شكرا لكم على كاع لي كومونتير ديالكم. ما تنساوش تخليو لي لي كومونتير هكا باش تشجعوني باش ما نعكسش عاوتاني. فشكرا من القلب على كاع لي لايك ديالكم، على لي ميساج ديالكم، كنقراهم كاملين. ربي يخليكم ليا. يلا تهلاو ليا فراسكم. السلام عليكم.